السلام عليكم أعزائي المرتبطين، أعزائي السناجر اللي داخلين على ارتباط. تحية طيبة وبعض. شارك في كوبايتك وحمد لله على سلامتك. في أغنية أمل حياتي للست أم كلثوم كانت بتقول: وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. حد فهم الترتيب ده؟ طب حد فهم كان قصدها إيه؟ الحقيقة لما كنت بسمع الأغنية معرفش المرة وقفت عند الحتة دي: وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب. قعدت أفكر شوية، العلاقة بتبدأ إزاي؟ طلع إن البني آدم بيكون عنده تصور عن الحياة مع شريك حياته من قبل ما يقابله، بيكون عنده آمال معينة عايز يعيشها معاه، ممكن يكون عايز يسافر، عايز يغير حاجة في شكل حياته، فبالتالي الآمال هنا أو الأمنيات هنا بتيجي الأول قبل ما يجي الشريك. ثم بعد كده بتقول: وقابلت الدنيا، كأن شريك حياتها أول ما ظهر وحست إنها منجذبة ليه ابتدت عينيها تفتح على الآمال، ابتدى كمان عينيها تفتح على الدنيا كأنها بتشوفها من أول وجديد. ثم بعد كده جه الحب. أنا عايزك تسأل نفسك سؤال واحد اللي بتحسه تحديدا وعايزه من شريكك: شايف الدنيا إزاي في وجوده؟ طب الحب بالنسبة لك معناه وتعريفه إيه؟ وده جوهر حلقتنا النهاردة. أنت ممكن تعيش أكتر من حياة في الارتباط، بس أنت لما بتيجي ترتبط بحد بالذات في الجواز أنت مش بس بتختار شريك حياة، انت بتختار البيئة اللي هتعيد تشكيل نفسك. لان الحقيقة ببساطة اللي الناس كتير بتتجاهلها ان الانسان مش ثابت، الانسان قابل لاعادة البرمجة. في علم النفس في مفهوم بيقول: اقرب شخص ليك هو اقوى مؤثر على سلوكك، قراراتك، وحتى هويتك. تفتكر ليه؟ باختصار يا صديقي، لان المخ البشري عنده حاجة اسمها التكيف الاجتماعي، بمعنى بيقلد ويمتص ويتأثر بدون ما ياخد باله. انت مع الوقت مش بتعيش مع الشخص اللي اخترته، انت بتتحول لنسخة منه. مشاعرك بقى، طموحك، حتى مستوى رضاك عن الحياة عموما، كل ده بيتحدد بنسبة كبيرة جدا من الشخص اللي بتقضي معاه اغلب وقتك. العلاقة مش مشاركة مشاعر، العلاقة نظام تأثير متبادل بس مش متساوي، في طرف بيبقى أقوى من طرف. تعال نفك الموضوع ده ونفهمه بشكل أسهل شويتين. لو أنت النهاردة قررت ترتبط ببنت بتحب المزيكا وبتحب السينما وبتحب الخروج، أنت مع الوقت هتحس إن أنت بتحب السينما والمزيكا والخروج. هتلاقيها دايما بتكلمك عن ذوق معين في المزيكا، ممكن تسمعك لحن مختلف، ممكن تقترح عليك حاجة معينة في السينما وتقولك المشهد الفلاني ده كان ليه قصة وحدوتة. انت مع الوقت بتبدأ تنجذب للشيء ده، بتحبه لانك بتحب الشخص اللي بيحكي لك عنه، بتحب الشيء ده تحديدا عشان بيجمع بينك وبين شريكك اللي بتحبه. التفاصيل دي كل ما تحطها تفصيلة فوق تفصيلة دي بتخلق حالة كبيرة من التناغم، والحالة الكبيرة من التناغم دي بتوصلك لحاجة من التعود الناعم، انك ابتديت تألف الاشياء دي وتحبها مع الوقت. فبقيت مع الوقت بتحب السينما، بتحب المزيكا، وبتحب القراية، بتحب كل حاجة بيحبها شريكك. الفكرة ان انتوا الاتنين بتتبادلوا من بعض، كل واحد بيدي للتاني الحاجة اللي هو بيحبها، فبقيتوا انتوا الاتنين بتعيشوا قصص مختلفة ما كنتوش متعودين عليها. على سبيل المثال، انت بتحب القراية والطبخ وهي بتحب المزيكا والفن، انت كنت عايش حياتك بالنوعين دول، بس لما دخل شريك بتحبه بقيت بتحب اتنين كمان على الحاجات اللي انت بتحبها، فاصبح بتحب اربع حاجات. الجميل في الارتباط يا صديقي انه بيفتح عينك على زوايا وابعاد انت عمرك ما كنت هتتصورها ولا عمرها كانت هتيجي في بالك. الحب كان المفتاح اللي دخلك عوالم جديدة مختلفة عنك. كل ده بيجي من التأثير المتبادل من علاقة صحية جت من الأساس من اختيارك الصح لشريكك. انت شفت في شريكك ده أكتر من حياة، فبالتالي هتعيش معاه أكتر من حياة واحدة. طب يعني إيه؟ يعني حالتك النفسية مش ملكك لوحدك، انت بتستعيرها من الشخص اللي معاك. عشان كده تلاقي دايما ناس كتير قوي بتتكلم على مفهوم الطاقة، وان البني ادم ده طاقته قليلة وده طاقته كبيرة، وده لما حضر المكان اتحرك، وده لما تقعد معاه تحس ان انت اكتئبت وحزنت. كل ده بيجي بالتأثير البيئة المحيطة. ما بالك بقى لما يكون شريكك اللي معاك اللي بيشاركك كل حاجة يوميا واللي بتشوفه اكتر من اي حد، هتتأثر بيه لحد فين؟ الفكرة كلها يا صديقي في اختيارك لشريكك، شريكك اللي هتعيش معاه أكتر من حياة. اختيارك لو كان صح هتعيش حيوات كتيرة قوي في حياة واحدة، واختيارك لو كان غلط هتحس ان انت ميت في حياة واحدة. وانت لو مفكر ان انت ممكن تعزل نفسك وتعزل مخك عن شريكك مهما كان هو شخص مش ايجابي او شخص مطفي، ان انت هتكون في منأى عنه وان انت هتعرف تعيش حياتك. الحقيقة ان ده مش هيحصل. المخ عنده حاجة اسمها التكيف الاجتماعي، فاختيارك لشريك مطفي او شريك مش مناسب ليك عموما ده هيخليك عايش في بيئة سامة. بيبان لك ان كل حاجة مستقرة وهي فعلا مستقرة، بس مع الوقت هتلاقي ان مفيش تطور، الحماس بيقل، الطاقة بتقل، والإنسان بيبدأ يقتنع إن ده الطبيعي. لكن لما تبدأ في تعريف نفسك وتكون مع شخص طموح أو عنده كذا حاجة وكذا رؤية للحياة، بيبدأ يحصل حاجة جميلة، إن المخ يعيد تعريف الممكن اللي كان بعيد
بيقرب، اللي كان صعب بيهون، لأنك شايف نموذج حي قدامك، إنك بعد ما ارتبطت بالشخص الصالح واللي عايش حياته بكذا رؤية واللي عايش حياته بشكل مثير قوي للاهتمام، ابتدى يدي للمخ إشارات بإن في حاجات كتيرة ممكن تتعمل. وده بيسموه في علم النفس التعلم بالملاحظة. أنت بتتغير مش بالكلام بس بالمشاهدة. المشكلة إن أغلب الناس مش بتختار على أساس الوعي، لكنها بتختار على أساس الاحتياج، الاهتمام، المشاعر، الأمان، الهروب من الوحدة. فبيختاروا حد يريحهم مش حد يطورهم. طبعا هتقولي ان طب طالما هو مريحني انا مش محتاج اتطور من حاجة وعايز اعيش اليوم بيوم وابقى كويس. انا زي ما قلت لك في خلال الحلقة ان الراحة دي فخ. انت مع الوقت لما تعتاد الراحة هتبدأ تحس انك في بيئة سامة هتاكل في روحك وطاقتك هتقل، فبالتالي مردودك في الحياة هيقل وهيضعف وتحس انك بتنهار او انك بتموت بالبطيء. والحقيقة إن كل ده بيبدأ من الأول، من وقت ما اخترت شريك حياة بنمط حياة مختلف. لأنك عاجلا أم آجلا هتكتشف إن أنت لما اخترت شريكك ده عشان ترتاح أنت كنت بتهرب من نفسك لكن رحت لها بشكل أضعف. عشان كده أنت قبل ما تدخل العلاقة مش محتاج تسأل هي مناسبة ولا لأ، محتاج تسأل سؤال تاني أهم: هي هتخليني أبقى مين بعد 5 سنين؟ لأن الحب الحقيقي مش اللي هيخليك مرتاح دلوقتي، الحب الحقيقي هو اللي يطورك حتى لو تعبك. أنا وأنت وناس كتيرة جدا بتختار بقلبها لما تيجي تختار شريك، بس عمرك لاحظت إن القلب مش بيتحمل النتيجة، العقل بس هو اللي بيتحملها؟ الفكرة يا صديقي إن اختيار الشريك جوهر كل حاجة في حياتك. أنت لما تيجي تبص عليه ممكن يضيف لك إيه تعيش عشانه. عشان كده دايما يقولك ما تاخدش حد شبهك قوي، خد حد مختلف عنك في حاجة أو اتنين عشان يحصل تناغم، تبدأوا تفهموا بعض وتطلعوا منها كذا حاجة. الموضوع يبان معقد شوية لكنه سهل جدا لو ابتديت تقعد مع نفسك وتفهمها. ايه اللي انت محتاجه من الدنيا تحديدا؟ انت محتاج انك تتجوز واحدة وتعيش معاها وخلاص؟ انت محتاجة ايه من الراجل مثلا؟ محتاجة تعيشي مع راجل بمفهوم ظل راجل ولا ظل حيطة؟ ولا محتاجة حد يوريك الدنيا بشكل أوسع؟ محتاجة حد يكون مثير في الكلام وانت قاعدة معاه؟ محتاجة حد يكون مثير في كل تفاصيله اللي بتشدك؟ تحسي ان انت قاعدة مع راجل عامل شبه الكتالوج، كل ما تفتحي منه حاجة في اطار الحلال وفي اطار العلاقة الشرعية اللي ربنا حللها للراجل وللست اللي هي الجواز، كل ما كانت متعتك اكبر. الفكرة يا صديقي والفكرة يا صديقتي ان احنا بنضيع على نفسنا حيوات كتيرة كان ممكن نعيشها مع ناس مناسبة. احنا معظمنا بيبص تحت رجله، بيبدأ يشوف القلب محتاج ايه، محتاج فلانة أو محتاج فلان، لكن مش بيبص على الدنيا بعدين، مش بيحط تصور لحياته بعد 5 أو 10 سنين هتبقى عاملة إزاي. الست مثلا مش بتتفرج على حياتها كمان 10 سنين وجوزها قاعد بيدرس لعياله أو بيذاكر عياله على السفرة. عشان كده اختيار الشريك هي أهم قضية بيتم تداولها بشكل كبير جدا، سواء في مجتمعاتنا، على السوشيال ميديا، أو حتى دوليا. حتى لو جيت دورت على السينما والدراما في كل دولة تلاقي كلها قايمة على فكرة الحب والمشاعر والعلاقات. الشيء ده هنفضل نتكلم عنه لحد ما نموت لأنه دايما في تفاصيل مبهمة، تفاصيل كتيرة جدا مختلفة. هل احنا لما نيجي نختار شريكنا نختاره على أساس الحب ولا في حاجات تانية ممكن نفكر فيها تساعدنا أكتر إن احنا نختار بيها شريك حياتنا؟ يمكن بدأنا الحلقة بأم كلثوم بأمل حياتي وتقول له قابلت الدنيا وقابلت الحب، بس الحقيقة إن أنت لو خدت السكة التانية من اختيار شريكك مش هتسمع أي حاجة غير شفيقة وهي بتقول: قابلت الحب مرة صدفة من غير ميعاد، خد قلبي أوام بنظرة وعاهدني على الوداد، ولقيتني بشوق بقرب من غير ما اسأل مجرب، احترت ودقت حيرته ليل العذاب سهرت واللي يجيب لي سيرته بقول جربته مرة. أتمنى ربنا ما يقطعش صوت أم كلثوم بأغنية أمل حياتي من حياتكم وتسمعوا دايما وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وينجيني وينجيكم من جربت الحب مرة 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 مرة. بس ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت ما تنسوناش من اللايك وسبسكرايب، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم محمد المصري، سلام.